الله حبايبي. يا رب يا جماعه تكونوا بخير وبصحه. النهارده ان شاء الله هوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها من ايكيا او ايكيا. انتوا عارفين انا مدمنه جدا، يعني ان انا احب اروح واجيب مقتطفات كده. بصراحه ما بجيبش كتير، ما بجيبش بكميه، بس بجيب الحاجات اللي انا محتاجاها يعني. فكانت في حاجات كده من بعد ما رجعت من الاجازه، بصراحه انا ما روحتوش، كنت اول مره اروحه. بعد ما رجعت من الاجازه المره دي كنت محتاجه شويه حاجات كده. خليني افرجكم الحاجات اللي انا جبتها ويا رب تعجبكم. منها حاجات للبنات ومنها حاجات للبيت، معطرات، مش من ايكيا، من باس اند برجس. وكمان رحت سيتي ستار اللي هنا في حوالي، انا بحبه جدا جدا، اللي هو مكان تخشي كده متبقيش عايزه تخرجي فيه كل حاجه. جبت منه برضو شويه حاجات كده للمدرسه بتاعت فيروز، بس بصراحه انا ما عطيتهاش، مش ما صورتهاش. اللي هصورها لكم ان شاء الله النهارده الحاجات اللي انا جبتها من ايكيا والحاجات اللي انا جبتها من باس اند وركس. واول حاجه جبناها مع بعض هوريها لكم، اللي هو الحامل بتاع اللعب. الصوره بتاعته اهي. الصورة بتاعته هي عبارة عن 6 فتحات. الفتحة تقريبا يعني مش صغيرة، كويسة. بحط فيها العرايس، بحط فيها فتحة مثلا للكور، فتحة العرايس، فتحة للحاجات الصغيرة اللي هي البازل والحاجات الصغيرة دي. هي مقفولة لسه من هنا، هي من جوه. هي 6 فتحات. انا كنت جايبة زيها في مصر، لكن بصراحة هنا في الكويت مش عندي زيها. هناك في مصر كنت عامله لها عليقه وبحطها عليها، بس بصراحه كانت بتقع كل شويه، كانت بتقع. فقعدت اركز النهارده هم حاطينها على ايه، لقيتهم حاطينها على سلك كده معلقينه. ففكرت ليه ما احطهاش على الماسوره بتاعه الستاره بتاعه اوضتهم، ماسوره الستاره. هي اهي بلزقه، اقوم حطها على الماسوره ومعلقاها وهي تنزل. طبعا دي بتبقى بتستغلي مكان ان بتبقاش البساقط على الارض فالدنيا تبقى زحمه. لا بالعكس، ده هي انت هتبقي متعلق وهتحطي فيها اللعب. لو مثلا قدرتي تجيبي 2، واحد هنا ويمين واحد شمال كده جنب الستاره، هيسهل عليكي ويوسع لك المسافه، ان ما تبقاش الدنيا زحمه باللعب. فهو عملي جدا. وانا جبت لكم كمان الفاتوره عشان نعرف سعره كام. هو عامل يا بنات دينار ونص. دينار ونص. طبعا احنا عارفين ان كل منتجات ايكيا موجوده، سواء في الامارات، سواء في السعوديه، سواء في الكويت، امريكا، في كل دول العالم، في مصر نفس المنتجات بالظبط، مع اختلاف بسيط في الاسعار. فانا بوريكم الاشكال لو انتم مش عارفينها، ان انتم تبقوا عارفين ان ده مثلا عملي هيفيدكم كده. والسعر بتاعه عامل دينار ونص. خلاص تمام. دي كانت اول حاجه عايزه افرجكم عليها. تاني حاجة خاصة بالبنات برضو، ان انا جبت الكوبايات. الكوبايات دي حلوة جدا، انا بحبهم. هما بيبقوا 6 كوبايات بألوان: الأخضر، الأصفر، الأورنج، البينك، الموف، الأزرق. بيبقوا دول 6 نفسهم بالظبط. بيبقى جاي معاهم كوباية أطباق برضو نفس ال6 ألوان. في كمان بتبقى اطباق بتبقى حجم اصغر شويه، يعني بتبقى اضيق من ده شويه واعمق، بتبقى برضو نفس ال6. وكمان بيجي معاهم في الكيسه دي بتبقى شوك على سكاكين على معالق، بتبقى برضو ال6 ألوان، يعني 6 ألوان هما نفس الأطباق نفس الكوبايات. أنا كنت بجيبهم على طول، وعندي منهم في مصر، وكنت جايبة كمان هنا، وأخدت كمان بالزيادة عشان يبقى عند ماما لما الأولاد كلها بتتجمع مع بعض. يعني بيبقى حلو جدا وبيشجعهم على الأكل. فكان اللي عندي كنت نزلته مصر، قلت لا لازم أجيب هنا عشان طبعا فيروز وآسيا. فدول اللي انا جبتهم النهارده، خاص كمان بالبنات. بس عايزه بقى قبل ما اوريكم بقيه الحاجه، نعرف ان كل حاجه من دول، يعني كل كيس من دول، مثلا الكوبايات دي عامله نص دينار. الكيسه بتاعت الشوك والسكاكين والمعالق نص دينار. الكوبايه الاطباق المسطحه دي نص دينار. والاطباق اللي بقول لكم عليها اللي هي الصغيره والاعمق شويه برضو نص دينار. يعني كل كيس من دول عامل نص دينار. كمان الحاجة اللي انا جبتها برضو خاصة بالبنات، انا كنت جايباها وجايباها برضو في مصر.
وجايبها لهم هنا هي الشماعات. الشماعات نفس تعتبر نفس الالوان، هما 2 4 6 8 دول 8 شماعات بألوان، يعني أصفر 2، بينك 2، اورنج 2، ولبن 2. حلو جدا في الدولاب عندهم، هم عندهم منها، بس انتوا عارفين الهدوم الشتوي والكلام من ده، فقلت ايه انا محتاجة كمان لشماعات. الشماعات يا حبايبي عاملة خليكم معايا كده يا بنات عشان نشوف الشماعات عاملة كام. عاملة دينار ونص اهي، عاملة دينار ونص. تمام. الشماعات دي عاملة كام؟ دينار ونص. دي تعتبر الحاجات اللي انا جبتها خاصة بالبنات، الباسكت والكوبايات والمعالق والشوك والسكاكين والاطباق والشماعات. جبت لي انا كمان شماعات، لان الشماعات اللي بتيجي من المغسله اللي بعلق عليها الهدوم بتبقى ضعيفه جدا وبتتنى، يعني بتتنى بسرعه قوي، فجبت كمان الشماعات دي بتبقى معدن تقيله. الشماعات دي كانت عامله دينار ونص برضو، عامله دينار ونص. الحاجة بقى اللي انا بحبها قوي بس ما في السيارة تحت ما طلعتهاش، هي باسكت الغسيل. انا بجيب باسكت الغسيل بيبقى لونه ابيض كده وعلى حامل ستاند، بيبقى حلو جدا جدا. يعني هو دايما بيبقى عامل تقريبا دينار و900 لوحده. هو دلوقتي عامل عليه عرض منزله ل900 بس، يعني انا 900، يعني انا جبت الاتنين، يعني هو عامل العرض ب950، فانا جبت الاتنين بدينار و900. هو بيبقى اصلا في الاساس بدينار و900. خلاص. الحاجه كمان بقى اللي انا جبتها، لاني كنت عايزه بصراحه اعمل حاجه كده على الاتنين كومودينو جنب السرير، فما بقتش عارفه اجيب ايه. مش عايزه حاجه تكون بالكهرباء لاني ما عنديش فيشه او حاجه بالكهرباء جنب السرير. وكنت مثلا حابه فكره شمع، حابه فكره حاجه مختلفه وفي نفس الوقت ما تبقاش محتاجه كهرباء. فجبت دول عجبوني جدا، يعني بصراحه شكلهم حلو قوي ومميز كده. دول جبتهم عشان احطهم على الكومودينو اللي جنب السرير، احط واحد هنا وواحد هنا، يا رب كمان يعجبوكوا. الواحدة كانت عاملة 2.5، الواحدة عاملة 2.5، فهو كاتب هنا في 2 عامل 5 دينار. الاتنين دول الواحدة بكام؟ ب2.5. الشمع ده كمان حاطينه جنبها، اللي هو الشمع بقى اللي هو بالباتري، مش شمع حقيقي. ده عامل له 2.5. ده عامل له 2.5. خلينا نفتحه كده، مش عارفة هو فيه الحجارة بتاعته ولا احنا كمان لسه هنحط فيه الحجارة. طبعا هما كل حاجة بيبقوا مدبسينها تدبيسة، يعني ما اقولكوش عليها. هو تقريبا ما فيش فيه الحجارة، احنا لسه هنحط فيه الحجارة بتاعته اهي، بس هوريكم الشكل بتاعها. حابة ان انت تحطيها فوق هنا كده، او حابة ان انت تحطيها تحت، هتشيلي الجزء البلاستيك اللي فوق وتحطيها تحت. يعني هي في كذا شكل زي ما انت عايزة، حابة ان انت تحطيها فوق، حابة ان انت تحطيها تحت، على حسب الشكل اللي انت عايزاه. هنا مثلا اهو انا عايزة احطها واحد تحت، احطها. يعني شوفوا هو بيديكي كده
او كده. اخر حاجة بقى هوريها لكم هي الفازة البيضة دي. بصراحة عجبتني قوي، هما اتنين في بعض يعني. هي دي الوردة من فوق، شكلها طبعا شيك قوي اهي. هي دي لوحدها يعني، دي لوحدها، الابيض ده لوحده وده الجزء ده لوحده. انت بتحطيهم في بعض كده، بتدي طبعا الشكل ده. حسيتها شكلها شيك قوي وجميلة. دي كانت المشتريات بتاعتي النهاردة من ايكيا او ايكيا. الجزء الابيض ده عامل 350 فلس بس، والجزء الاسود ده تقريبا عامل 600 فلس. ده 350 وده 600 فلس. الحاجات دي يا بنات بتدي شكل حلو قوي، وبتدي روح للبيت، روح دفى رهيب يعني. مشتريات بسيطة، ويا رب اكون فدتكم في موضوع الاسعار. ولو في اي حاجة عايزين تستفسروا عليها انا معاكم. خلينا نكمل بقية الفيديو ونشوف المشتريات اللي انا جبتها من باث اند بودي وركس. ودي كانت المشتريات بتاعتي من باث اند وركس بودي وركس. هو عامل عرض بنات. مش عارفه النهارده كان اخر يوم او لا، انا رايحه بصراحه ولا كنت اعرف ان في عروض او ما فيش عروض. انا رايحه اتفاجئت ان الافينوس كله زحمه جدا وان في عروض، فيعني انا ما كنتش اعرف الموضوع ده. فالعرض كان عبارة عن 3 اشتري 3 واحصلي على 3 مجانا. اشتري 3 واحصلي على 3، بس طبعا لازم يكونوا نفس السعر. فانت بتروحي على الستاند بتاع السعر، مثلا في ستاند عليه 6.5 دينار، فبتشتري 3 تاخدي 3. في مثلا ب2.5، في ما فيش طبعا بدينار وحاجة. كانت اقل حاجة 2.750، 2.5، اللي هي الحاجات دي. دي كانت اقل حاجة. انا جبت المعطر اللي هو بتاع الكهرباء ده انا بحبه جدا، بحطه في الحمام. فيشة بتشيليها وبتركبيها في الكهرباء عادي. والقارورة دي اهي، دي طبعا مش عايزه اقول لكم الروايح عامله ازاي يعني. بتتفك وبتتحط هنا في الجزء ده كده، وبتعلقيها كده وبتتحط في الكهرباء. طبعا بتطلع الريحه من الفتحات بتاعتها دي. مش عايزه اقول لكم الريحه بتبقى جباره جباره جباره، خصوصا في الحمامات، في اماكن مقفوله. ممكن مثلا قبل النوم تعمليها وبعد كده تشيليها طبعا اي قبل ما تنامي. بتخلي ريحه الاوضه ممكن تقعد يومين و3 ايام. انا هحط عندي في مصر منها في اوضه نومي، وهحط عندي منها في اوضه نوم البنات. فانا اخدت دي واخدت دي وجبت القارورة دي، لان انا عندي اصلا قارورة تانية مقفولة، فيبقى عندي 2 وقارورتين، يبقى كده الاتنين دول ايه شغالين كده. 3 انا اشتريتهم تمام. اخدت عليهم بقى ال3 الهدية. اخدت الكريم ده لوشن كده للجسم، بادي كريم يعني. حلو جدا، ريحته جميله قوي قوي بجد، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. هو بادي كريم. وكمان جبت الريحه دي كمان عجبتني قوي. برضو بادي كريم، لو جربتوه ان شاء الله يعجبكم. وجبت بقى التالتة كمان، ما هو قالك اشتري 3 وخدي 3، فجبت التالتة كمان معطر وبيبقى صغنن كده بس جبار. جبته للبيت، حلو قوي. برضو لو حد عايز يجربه ان شاء الله يعجبكم. ده ب2 دينار 750، فكل واحدة يعني كل دول ب2 دينار 750 اهو. 2 دينار 750. فانا جبت 3 ب2 دينار 750، واخدت 3 هدية ب2 دينار 750. طبعا هو العرض حلو جدا جدا جدا. اللي لسه ما راحش يجرب العرض بتاع باث اند بودي وركس، مش عارفة العروض دي موجودة برضو في اي مكان تاني او لا، بس لو هي موجودة في مصر او في الامارات او في اي دول العالم بجد، لو انتوا ما تعرفوش ان العرض موجود، يا ريت تروحوا وتجربوا ان انت تشتري 3 وتاخدي 3 مجانا. يا رب النهارده المشتريات بتاعتي تكون عجبتكم، تكون مشتريات بسيطه، وتكون فادتكم بالاسعار كمان. اللي حابب يستفسر عن اي سعر او اي حاجه، انا تحت امركم في اي حاجه. وبرد طبعا زي ما انتم عارفين على كل الكومنتات.